تخيل أن يكون عندك واحد من أكبر قنوات الكرتون في الوطن العربي بملايين المشاهدين وأجيال كاملة، وبين عشية وضحاها بسبب غلطة واحدة تخسر كل شيء. وهذا بالضبط ما حصل مع كارتون نيتورك. كيف ولماذا؟ هذا ما سوف نجيب عنه في هذا المقطع، وسوف نكشف لكم القصة الكاملة وراء سقوط كارتون نيتورك. من منا لم يكبر مع كارتون نيتورك، القناة التي صنعت ذكريات الطفولة ورافقتنا بأروع البرامج؟ لكن فجأة بدأ كل شيء يتغير، فما الذي حدث؟ لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال، دعونا أولا نرجع قليلا لحنين الماضي، وتحديدا في التسعينيات، حيث كان جدي وجدك جالسين أمام التلفاز يشاهدون برامج مختلفة، وكانت الرسوم المتحركة شيئا بسيطا وموجها للصغار. لكن فجأة ظهر نور جديد في عالم الرسوم المتحركة، إنها كارتون نيتورك، قناة جاءت بتغيير شامل على هذا المحتوى، حيث لم تقتصر فقط على إعادة عرض البرامج القديمة، بل قدمت محتوى جديد تماما بأسلوب مختلف لم يعتد عليه المشاهدون من قبل، حيث أصبحت كارتون نيتورك رمزا للإبداع والبهجة، جاذبة للأطفال والمراهقين وحتى بعض البالغين، بمزيجها الفريد من الكوميديا والمغامرات والقصص المشوقة. كل هذا صنع لنا كارتون نيتورك قناة الكبار والصغار، حيث أنها في بداياتها كانت القناة تعتمد على مكتبة ضخمة من الكلاسيكيات مثل لوني تونز، توم وجيري وسكوبيدو. لكن القفزة الحقيقية جاءت عندما بدأت كارتون نيتورك في إنتاج برامجها الأصلية، والتي أصبحت أيقونة في عالم الكرتون تحت اسم العصر الذهبي لكارتون نيتورك، وبما عرفت عليه ببرامجها الفريدة كمختبر ديكستر، فتيات القوة، إيد وإيدي، والعديد من العروض التي لا تحصى ولا تعد. واستمر هذا النجاح مع تقديم للإبداع والبروز في عالم الكرتون حتى لعام 2019، حاملة كارتون نيتورك معها العديد من النجاحات خلال هذه السنوات. ولكن كما يقولون لكل صعود هبوط، فماذا حدث بعد ذلك؟ ولماذا بدأت كارتون نيتورك تفقد نفسها؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في الفصل القادم. مع بداية سنة 2019 بدأت ملامح التغيير على كارتون نيتورك تصبح واضحة للغاية. لم تعد القناة كما كانت في السابق، ولم يكن محتواها يلقى نفس التفاعل والحماس الذي اعتاد عليه جمهورها. البعض اعتقد أن الأمر مجرد فترة مؤقتة، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. كارتون نيتورك كانت تنهار ببطء، والأسباب وراء ذلك حقا كانت صادمة. فأحد أكبر هذه العوامل هو الريبوت، وأغلبكم يعرفه طبعا أو قد لاحظه، إذ أنه كان أحد أكبر المشاكل التي واجهتها القناة. فالريبوت غير أسلوب الرسوم المتحركة بشكل كبير، حيث تحولت العديد من العروض إلى تصاميم أبسط وأقل تفاصيل، وهو ما لم يعجب الجماهير التي اعتادت الرسوم الغنية بالتفاصيل والشخصيات المتقنة. فعلى سبيل المثال كرتون بنتين، أنتم تتذكرون الكلاسيك برسمه الجميل وخلفياته المتقونة وقصته المحبوكة جيدا. لكن انظروا معي في الريبوت الخاص به، حصل على رسم سيء للشخصيات بشكل كبير، وأيضا فالخلفية شبه معدومة في هذا الكرتون، ودون أن ننسى أيضا القصة الغير واضحة. فإذا شاهدت حلقة لليوم تتحدث عن حصول بنتين على تحول جديد، ستتحمس وستقول في ذهنك أنا متشوق للحلقة التي بعدها، لتتفاجأ وفي اليوم التالي أنه يتقاتل مع الدكتور أنيمو على بيضة ديناصور. لكن في الكلاسيك الأمر مختلف تماما، الحلقة مرتبطة ببعضها البعض وكل الأحداث منطقية، وهذا بالضبط ما جعل القديم أفضل من الجديد. وأيضا في السابق كانت القناة تعتمد بشكل كبير
على إنتاج برامج جديدة ومبتكرة. لكن خلال السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد على عدد قليل جدا من المسلسلات، بينما تكرر نفس الحلقات مرارا وتكرارا على الشاشات. فبالرغم من وجود بعض النجاحات مثل عالم جامبول المدهش وعرض لوني تيونز الجديد أو حتى العرض العادي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ القناة من الانحدار الشديد الذي تعاني منه القناة ببطء متوازن. وفي ظل هذه التغيرات السلبية، أصبح السؤال الذي يدور في أذهان الجميع: هل ستتمكن كارتون نيتورك من العودة إلى مجدها السابق، أم أنها ستظل تواصل السقوط حتى تختفي تماما؟ بصراحة الإجابة ليست بسيطة هكذا. القناة لا تزال موجودة، لكنها لم تعد كما كانت في أيامها الذهبية. ومع ذلك هنالك بعض المؤشرات الإيجابية التي تجعلنا نأمل في مستقبل أفضل. ففي الفترة الأخيرة ظهرت بعض جهود من إدارة وارنر براذرز لمحاولة إعادة كارتون نتورك إلى الساحة عن طريق إحياء بعض مسلسلاتها السابقة، قالوا تايتنز النسخة الريبوت. لكن بصراحة هذا ليس كافيا بوجود منافسة شرسة بينها وبين مختلف المنصات. لكن في النهاية القرار ليس بيد كارتون نتورك فقط، بل بيد الجمهور أيضا. فإذا استمر الناس في دعمها ومطالباتها بالمحتوى الذي يحبونه، فقد يكون هنالك أمل في رؤية عودة الأساطير مثل العم جدو أو ساموراي جاك بحلة جديدة. ولكن في ظل ما تقدمه الآن من كراتين طفولية، أنا لا أعتقد هذا، وقد فقدت الأمل منها منذ سنوات عدة. وطبعا دون أن ننسى أو بالأحرى أن نشير لفقرة تدعى كارتون نيتورك غير مباشر، يعرضون لنا كرتوناتنا المفضلة من العرض العادي وكلارنس ووقت المغامرة. لكن وبصراحة هذا ليس كافيا يا كارتون نيتورك. نحن نريد كراتين أخرى كثيرة بالمقارنة مع كراتينك الطفولية التي تعرضينها لنا للأطفال. والآن السؤال لك: هل تعتقد أن كارتون نيتورك يمكن أن تستعيد مجدها، أم أن عصرها الذهبي قد انتهى للأبد؟ شاركنا رأيك في التعاليق، ودعونا نتذكر معا أجمل أيام هذه القناة الرائعة. المهم كان هذا هو مقطعنا لليوم. شاركونا آراءكم، ولا تنسوا أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتقوى، فلا تضع أي شيء يلهيك عنها. كان معكم أخوكم من قناة المحقق تونز. لايك والاشتراك للمزيد تدعيما لنا لنستمر في هذا المحتوى. والسلام عليكم.